طول ما في بلح اسمر موجود في السوق انا ما ينفعش اسيبه في حاله ابدا، لان ده العشق يا جماعه. طبعا بقى من احب ايام السنه بالنسبه لي هي الايام اللي بلاقي فيها النخل كده منور بالبلح. تعالى اقول لكم بقى انا بعمل ايه. في الاول كده انا بخزن شويه بلح اسمر كتير في الفريزر، وهقول لكم طريقه التخزين بتاعته الصحيحه علشان لو حابين تخزنوا شويه بلح ويفضل معاكم طول السنه كانه صابح وطازه. احنا بنجيب البلح يا جماعه مش بنغسله نهائيا، وبنحطه في اكياس تلاجة وبنحطه في الفريزر، ولما نحب بقى ان احنا نستخدمه بنطلع كيس بلح من الفريزر ونحطه تحت الحنفيه ونغسله كويس جدا، وبعد كده بقى نقشره ونفصصه. هنجيب بقى صينيه تكون غير لاصقه مقاس 28، هنحط فيها من 3 ل 4 معالق كبار سمنه او زبده، الموجود عندك حطيه، وهندهن بقى الصينيه بتاعتنا كويس جدا. بعد كده بقى هنكون مجهزين عندنا نص كوبايه من السكر، سكر عادي حبيبات، ممكن تخلي نص الكوبايه دي تلت كوبايه بس لو حابه السكر يكون اقل من كده شويه، وهنوزع السكر على الصينيه زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هنضيف عليهم معلقه صغيره مليانه من القرفه، ولو انت من الناس اللي بتحب طعم القرفه يكون ظاهر شويه عن كده حطي معلقتين صغيرين مليانين او معلقه كبيره من بتاعه الاكل. وهنبدا بقى ان احنا نرص البلح زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وانا كنت مفصصه بالظبط كيلو من البلح. طبعا هي مش هتاخد معانا كل كميه البلح دي، هي هتاخد بالظبط نص كيلو من البلح، بس طبعا انا كنت مفصصه بلح بزياده لان يا جماعه كنت هعمل سندوتشات بلح بالسمنه البلدي، مش قادره اقول لكم انا بحب البلح الاسمر قد ايه. المهم بقى هنشيل الصينيه بتاعتنا دي على جنب شويه ونحضر بقى الكيكه بتاعتنا. هنجيب بوله بقى ونحط فيها بيضتين يكونوا بحراره المطبخ، وهنضيف عليهم معلقه صغيره من الفانيليا او ظرفين من الفانيليا، وعليهم نص كوبايه من السكر، سكر عادي حبيبات، وهنضربهم بقى مع بعض كويس جدا بالمضرب، او حطوا يا جماعه كل حاجه في الخلاط. اول لما لون البيض يبدا يفتح معانا كده نحط عليه بنفس الكوبايه نص كوبايه زيت ونص كوبايه لبن، وطبعا يا جماعه اللبن يكون بحراره المطبخ، ونستخدم زيت يكون طعمه حلو لانه بيفرق جدا في طعم الكيكه بتاعتنا. بنفس الكوبايه بقى هنضيف كوبايتين دقيق متعدد الاستخدامات، عليهم ظرف من الكيك شيف او اي بيكنج باودر بتستخدميه، وعليهم رشه ملح صغيره خالص، بس انا بفضل الكيك شيف. هنقلب بقى الحاجات دي مع بعض كويس جدا في اتجاه واحد كده لحد لما الدقيق يختفي خالص. طبعا بقى واحنا بنقلب كده لو حسينا ان القوام تقيل شويه هنزود كمان من معلقتين لثلاثه من اللبن، ونرجع نقلب تاني لحد لما نوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. انا مش عايزه القوام بتاعها يكون تقيل قوي وبرده ما يكونش خفيف قوي، القوام بتاعها متوسط زي ما انتوا شايفين قدامكم كده. هنرجع بقى نجيب الصينيه بتاعتنا وننزل بقى بخليط الكيك كده فوق البلح، ونديلها خبطتين 3 كده على الرخام علشان نخرج اي هواء موجود فيها. وطبعا الفرن بتاعنا شغال وسخن من قبل كده على حراره 180. هندخلها في الرف اللي في النص، هتاخد معانا بالظبط من 45 ل 50 دقيقه. وطبعا قبل ما بتطلع من الفرن بنعمل لها اختبار تسويه، وفعلا يا جماعه مش قادره اوصف لكم الريحه بتاعتها كانت عامله ازاي وهي في الفرن. ريحه البلح بقى كده مع القرفه بجد بجد كانت جايبه لاخر العماره. ان شاء الله تجربوها بالطريقه دي، وانا متاكده انها هتعجبكم جدا وهتعملوها طول موسم البلح. وطبعا بنقلبها وهي لسه سخنه علشان الكراميل اللي موجود في قلب الصينيه ده ما يمسكش، ولما نيجي نقلبها تتقلب معانا بكل سهوله، فاحنا بنقلبها وهي لسه سخنه. حابين بقى تدولها رشه من المكسرات كده على الوش براحتكم جدا، انا اديت لها رشه بندق بسيطه خالص كده على الوش. وبس بقى كده قطعوها وقدموها بألف هنا، بجد يا جماعه رهيبه. وبس كده خلاص خلصنا، والفيديو بتاعنا النهارده خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وكالعاده كده وزي كل يوم هقول لكم ما تنسوش يا جماعه لو الفيديو بتاع النهارده عجبكم تعملوا ايه، تعملوا لايك وشير للفيديو، وبألف هنا مقدما، واشوفكم على خير بقى في الفيديو اللي جاي. مع السلامه.